والسلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في ريمونتادا. نيجي بقى للبرج اللي يعني داس على وشه جامد السنه اللي فاتت، برج الحوت. هقول لك نصايح بسيطه جدا وسهله جدا ومش هطول عليك. لو عملتها في 2024 حياتك هتبقى احلى من 2023، حتى لو كانت الظروف وحشه. حتى لو كانت الظروف وحشه، الموضوع مش مرتبط بتوقعاتك خالص. حتى لو كانت الدنيا صعبه شويه، حتى لو كان في مضايقات، وبقول لك وابصم لك بالعشرة. مهم انك تسمع الفيديو الاخر. الفيديو مش طويل، بس اعمل كده عشان خاطري انك فعلا عانيت كتير. اول نقطة معانا ودي مهمة جدا، ودي اللي كنت انت بتعترف بيها السنين اللي فاتت ومدى عمرك. فكك بقى من عنادك، اركنه على جنب، عيش في الواقع. انت مش بتحب الواقع، عيش في واقع 2024 بقى وخليك مستمر فيه. وقول لي انت ايه اللي هتحسه وايه اللي حسيته. خلاص بقى امشي مع التيار بقى، ما تتكلمش كتير بقى، امشي واسكت وشوف الدنيا هتوديك لفين. مهما كان ظروفك، كنت غني كنت فقير، كان معاك ما كانش معاك، كنت بتعرف تتكلم كنت بتعرف تنفذ افعال، ايا كان واقعك هيوصلك لايه. عيش. مش غلط انك تعيش في الواقع، ولكن كنا دايما بنعتمد على فكرنا ومشاعرنا شوية، ولكن الواقع اهم. وانا معاك يا عم برج الحوت. عيش بقى وقول لي انت ايه اللي هتستفاده. ولان لو عشت غير كده وفي 2024 هتحس بقى بملل، مش فاهم، تايه، مش عارف ليه ربنا بيعمل معايا كده، مش عارف اشمعنى انا اللي مش محظوظ. واحاسيسك هينقلك لحته تانية خالص. احاسيسك هترتفع، وان انت دايما مش محظوظ وزعلان وهتبقى تايه ومتلخبط. حسك هيقولك لا انت ممكن توصل، لا مش هتوصل، والموضوع هيبقى فيه لخبطه. فعيش في الواقع وامشي مع التيار وسيبها. طبعا على النقطه اللي بعد كده ودي مهمه جدا، اشتغل اي شغلانه. لو كنت عاطل او لو كنت انت في شغلك اوعى تسيبه. اشتغل كتير، اشتغل كتير بصوره عامه، اشتغل كتير في 2024، لان خلاص وقت الدلع انتهى، وقت الهزار انتهى. اوعى تيأس وكمل شغل، اوعى تيأس وكمل شغل. بمعنى خاطب، متجوز، لسه عايز اخطب، لسه بشوف بنت الناس، لسه بطولي، انا ده مش هيكفيني، انا الظروف، انا بص، مش وقت ان احنا نشتكي ولا نقوله اصل ظروف بلدي، اصل ظروف شغلانتي، اصل ظروف مكاني، اصل ظروف عيلتي. احنا قلنا ان احنا هنعيش في الواقع وهنشتغل كتير علشان مش هنيأس. ما عندناش وقت ان احنا نيأس. حط ده في دماغك يا برج الحوت. فوق نفسك. خلاص بقى 365 يوم في عمري لو ربنا كاتب لي ان انا اعيشهم. مهم ان انا اوعى صحصح لنفسي. عايزين السنة حلوة، الظروف الوحشة مش هتأثر عليا. ما عنديش وقت ان انا اعيش واخش في الظروف الوحشة واتعب نفسيا. خلاص بقى عندي عندي دراعي وعندي فكري وعندي كمان مشاعري، اقدر ان انا اعتمد عليهم بنسب معينة انا اللي اتحكم فيها، وطبعا عقلي هو اللي اتحكم فيها. النقطة الاخيرة علشان ما نطولش عليكم حلقة النهاردة تقولون احنا يعني نطول، امسك في ربك يا برج الحوت. امسك في ربك، لان السنه دي انت محتاج ده. واعتقد ان في ناس من برج الحوت السنه اللي فاتت عملوا كده كتير. كلنا بنمسك في ربنا وكل الابراج، بس انت بالذات محتاج انك تمسك في ربك جامد وتفضل دايما حاطط في عقلك مفيش حاجه اسمها يأس، مفيش حاجه اسمها مستحيله. شقه بكام عشان اجيب؟ مفيش حاجه اسمها انا عايز اوصل او اجيب عربيه او عايز اجيب بيت او عايز اجيب شقه او عايز اخطب ومعيش وظروفي والدنيا. في حاجة اسمها ربك بتاع الحاجات الصعبة وبتاع المستحيلات. فمهم انك بقى ايا كان ديانتك تمسك في ربك وتتمسك فيه، وما تبطلش انك يكون عندك انرجي حلوة، وان تحس ان اللي جاي ان شاء الله احلى بربنا. ده اهم من اي حاجة. يا رب تكون سنة للفرح ليك يا حوت. انا عارف انك يعني تداس على وشك السنة دي، بس انا بتمنى ان هي تكون سنة للفرح ليك. اوعى تتردد بقى في لحظة انك تكتب لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت انت عايزني ان انا انفذه لك. فانا هنا علشان خاطر اساعد حضراتكم واوصلكم اللي انتوا عايزينه. لايك في الفيديو، ديسلايك لو ما عجبكش عادي، لا لايك على طول. اشترك في القناه وكومنت عرفني نفسك عشان بحب احفظ كل الناس اللي من برج الحوت. سلام عليكم، استنوني في حلقه جديده.